إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ربنا اللي خلقنا وعارف الكتالوج بتاعنا، ووصفنا اللي احنا اي حاجة الانسان بطبيعته ضعيف، اي حاجة بتخليه على طول في حالة خوف من جوه. بس قال الا المصلين هم اللي هيحسوا باطمئنان في الدنيا وكمان بعد كده في الاخرة. هتحسوا الناس اللي ما بتصليش ما عندهاش امان نفسي، اقل حاجة بتأثر فيها، وكمان عندهم امراض زي الضغط وزي السكر وزي امراض كتير جدا. ونفسيتهم بتبقى تعبانة غالبية الوقت، ده انا كسلانة، ده انا نفسيتي مش مظبوطة، انا خرجت وبرضو لسه زي ما انا. دي كله بسبب عدم الصلاة. طب ليه ده كله يا بنت الحلال؟ ده هي لو حسبت الخمس صلوات اللي في اليوم مش هيكملوا والله نص ساعة بالكتير خالص. الصلاة أصلا بتبارك في الوقت وكمان بتبارك في العمر، لأن دي يعتبر زكاة من وقتك بتطلعيه، فربنا بيبارك في وقتك وبيبارك في صحتك وبيبارك في العمل اللي انت بتعمليه. فأي حاجة انت بتعمليها وانت مش بتصلي مهما أتقنت فيها بتحسي ان انت مش موفقة فيها في الآخر. حتى الأذان بيقولك حي على الفلاح، يعني مش هتفلحي في الدنيا وفي الآخرة غير بالصلاة. وانتي كست بيت، لا اما انشر الغسيل، اما استنى موطع الرز، استنى ما اغسل شويه المواعين اللي في ايدي وهم كلهم، هتلاقي جوزك بيصلي، ابنك راح يصلي في الجامع. طب ما انت تحبي نفسك شويه، اللي انت هتتحاسبي عليها في التراب، اول ما تخشي التراب كده هتتحاسبي عليها عن الصلاه. حبي نفسك شويه، حبي نفسك شويه عشان ترحمي نفسك من العذاب اللي هتشوفيه في الدنيا وفي الاخره. وصلي، سيبي اللي في ايدك وصلي، او خلصيه بسرعه وروحي صلي. المهم اللي انت تصلي. وانتوا عارفين الناس اللي ما بتصليش بتبقى قراراتها غلط في حياتها، بتبقى جميع قراراتها اللي واخدينها في حياتها غلط. مش قلتلكم مفيش اصلا توفيق؟ يوم القيامة مهما نكون عملتي اعمال حلوة، اتصدقتي، بريت الوالدين، صلة الرحم، عملتي كل حاجة، استحملتي اذى الناس، دي كله هيروح هباء منثورا الا لما تكوني بتصلي، لان كتابك مش هيتفتح الا لما تكوني بتصلي. فدي حاجه خطيره، انت بتعذبي نفسك في الدنيا على ايه؟ بتطلعي من فلوسك وبتستحملي اذى الناس، دي كله ليه؟ مش علشان في الاخر تخشي الجنه. فانت مش هتخشي الجنه غير لما تكوني بتصلي، دي اول حاجه، عشان يتفتح كتابك ويقبل الاعمال الحلوه بتاعتك دي. ففكري فيها كويس. طيب ده انا والله عايزه اصلي، بس كل ما باجي اصلي ركعه واسيب التانية، او اصلي يوم واسيب التاني، وبعد كده بتكاسل عن الصلاه خالص. بس انا والله من جوايا عايزه اصلي ومتضايقه بسبب كده. هقولك يا ستي، النهارده مثلا لو انت صليتي الصبح والظهر والعصر، وجيت المغرب والعشاء وكسلت عنهم ونمتي وما صليتهمش التاني يوم، مش هقولك والله عوضيهم، المفروض تعوضيهم. اللي بتفوتوا صلاة وافتكرها يعوضها. بس انا بقولك كملي وما تخليش الشيطان يكعبلك. دي النقطة بقى الحساسة اللي الشيطان بيكعبلك فيها، يقولك انت مفيش فايدة فيكي. والله ما في فايدة فيك. انت هو صليتي ركعتين وركعتين التانيين ما صليتهمش، لا قومي صلي، قومي صلي اليوم الجديد، صلي اكن يوم من اول وجديد، انوي فيه التوبة من اول وجديد. النقطة دي هتفرق معاكي جدا جدا جدا، لانها فرقت معايا انا شخصيا. صليت النهارده وبكره ما معرفتش تصلي، بعد بكره ابدأي من اول وجديد وصلي مره على مره على مره، هتعودي نفسك على الصلاه من غير ما تحسي. ودايما استعيني بربنا في الصلاه، يعني الصلاة دي توفيق من عند ربنا، فاستعيني بربنا. هتستعيني بربنا ازاي؟ هقولك على 3 أدعية مع الحركة البسيطة اللي انت هتعمليها دي، اللي انت لو وقعتي كم مرة في الصلاة قومي صلي من اول وجديد، وربنا ان شاء الله هيقبل توبتك. المهم تجاهدي نفسك وما تسيبيش نفسك بدون صلاة كده نهائي في حياتك. وانا بقولك والله دي تجربة واقعية، مش بكلمك من وحي الخيال. جربيها بس كده وادعي له، ما تخليش الشيطان يكعبلك في النص. ولازم تستعيني بربنا، لانك انت لو ما استعنتيش بربنا انت مش هتتوفقي في الصلاة دي اصلا، لانها هي في الاخر توفيق من ربنا. اقولك على 3 ادعية او 3 حاجات تقوليهم كل صلاة ان شاء الله، او كل اذان، وربنا هيوفقك في الصلاة. اول حاجة اللهم اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، تقوليها، دي اول حاجة. تاني حاجة اللهم اجعل قرة عيني في الصلاة. تالت دعاء هتقولي اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
والله التلات أدعية دول أنا برضو كنت بواظب عليهم، وحصل فرق كبير بعد ما بدأت أدعي بيهم. فأول حاجة، ما تخليش الشيطان يكعبلك، حتى لو فاتك فرض قومي جيبي التاني، لو فاتك يوم قومي جيبي التاني، وما تخليش الشيطان يكعبلك في الحتة دي. والتلات أدعية دول استمر عليهم كل أذان أو كل ما تفتكريهم استمر عليهم، وربنا عالم باللي جواكي، وانت بتجهدي نفسك، وربنا في الآخر إن شاء الله يوفقك في الصلاة. بس لو سمحتي جهدي نفسك بحق وحقيقي، اصدقي الله عشان ربنا يصدق. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم.